يا صباح الفل والسعيد على عيونكم يا حلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا بخير. النهارده قلت خلاص بقى لازم اقرر يعني ان انا انزل لكم الفيديو بتاع تنظيفات العيد. العيد اللي خلص ده، العيد اللي خلص ورجعنا الشغل وانا لسه قايمه انزل الفيديو. طبعا انا كنت منزله لكم الفيديوهين اللي فاتوا، اللي هو اللهم صل على النبي، الروتين بتاع يوم الوقفه، اللي هو الفطار يعني اللي احنا فطرناه يوم الوقفه. وكنت منزله لكم الفيديو بتاع المشتريات بتاع العيد. طبعا فيديو مشتريات العيد ده كنت اصلا جبت الحاجه بعد ما كنت فرشت الشقه. بس طبعا كنت اتاخرت ما نزلتش الفيديوهات عشان موضوع النت. انا كل مره لازم افكركم بيه عشان انا متضايقه بصراحه، متضايقه ان انا العيد جه وما نزلتش الفيديوهات بترتيباتها اللي انا كنت مقرراها يعني. المهم يعني يا بنات، انا عايزه اقول لكم ان الروتين بتاع الشقه ده ما كانش قبل العيد بيومين ولا حاجه، ده كان قبل العيد تقريبا ب10 ايام. فرشت شقتي قبل العيد ب10 ايام او 15 يوم كمان، مش فاكره قوي. بس يعني هتسالوني ليه فرشت بدري. بصوا، انا قلت لكم قبل كده كان عندي ضيوف قرايب جوزي جايين من البلد، وكانوا اول مره يجوا عندي وانا كنت شايله الشقه. يعني انا بحب اجي قبل العيد كده مثلا ب20 يوم او ممكن شهر، ابتدي اشيل في حاجه الشقه واحده واحده، يعني اشيل السجاده اغسله، اشيل ستاير، مش عارفه ايه كده. طبعا احنا في العيد الصغير الدنيا كانت نظيفه، بس كنت ايه بقى اللي هو جيت في بعد العيد الصغير. كنت بقى بفرش حفاظات على السجاده عشان ما يتوسخش. كنت سايبه الانتريه زي ما انتم شايفين كده، ما كنتش ملبسه الكسوه بتاعته، فطبعا كان محتاج برضو اللي هو تنظيفه خفيفه كده من على الوش. شويه حاجات كده يعني كنت عايزه اعملهم. وبعدين كنت مثلا جايبه السفره كده على جنب، شويه حاجات يعني. فكانت الشقه تضرب تقلب وما كانش ينفع يجوا عندي، واول مره يجوا شقتي وانا مش فرشه وشايله الحاجه، فاضطريت طبعا افرش. وعايزه اقول لكم ان هم يعني كانوا مثلا متصلين النهارده بالليل ان هم جايين بكره الصبح، يعني كانوا اتصلوا مثلا النهارده مش بالليل، يعني اتصلوا حوالي الساعه 2 الظهر او 3 ان هم جايين بكره. وبكره دي اللي هو انا بقى المفروض افرش كل الشقه اللي انتوا شايفينها دي، اللي ممكن افرشها في 4 ايام، فرشتها في يوم، في 6 ساعات تقريبا. شفت لما في حرب 73 لما طلع البيان وعبرنا خط بارليف في 6 ساعات، او انا شقتي كانت زي خط بارليف كده، عملتها في 6 ساعات. بس فزي ما انتوا شايفين بقى، يعني مسكت الشقه ظبطتها، كنست واديت تلميعه كده للسيراميك وفرشت السجاد تاني. طبعا بقى حاولت اعمل شويه تغييرات كده، غيرت الستاير، طلعت الستاير دي انا بحبها. بالمناسبة يعني حبيت ان انا اعمل تغيير كده، يعني نقلت اللي هو مثلا يعني الستارة القطيفة دي اللي هي لونها كشمير، المفروض ان انا بحطها الناحية اللي على الشمال، جبتها الناحية على اليمين. بصوا الستاير الطول اللي انا فرشاها دي، عشان في ناس سألوني عليها كتير، يعني مش سألوني على الستاير، هم بيقولوا لي انت ليه مش بتحطي تحت الستاير القطيفة ديت، ما بتحطيش ستارة شيفون. لا، انا حاطة ستارة طول، بس هي خفيفة، يعني مش خفيفة كمان. انا لما نزلت اشتريها، انا عندي الشباك يعني الحيطة مثلا، الحيطة كلها من الحيطة للحيطة مثلا 4 متر، فانا لما جيت اشتري قلت لا، ده انا هشتري 2 متر على قد الشباك. بالعكس، وانا كان المفروض اشتريها 4 عشان لما اجي احطها على الشباك تبقى مكشكشة كده وتبين، فانا اللي استغبيت يعني. بس هي والله جميل ونوعها حلو، جايباها من الغالي والله، انا ما بحبش استرخص في نفسي حاجه. المهم انا كده فرشت الانتريه دوت، غيرت برضو شويه في السجاد، يعني كنت حاطه السجاده دي الناحيه دي جبتها مع الانتريه ده، كنت حاطه سجاده تحت السفره شلتها وحطيت سجاده تانية هنا كده. انا بعمل في الحته اللي هي عند السفره، يعني شلت السجاد بصراحه وكنست، وقلت برضو ادي تلميعه كده بالفينيك، بحب الفينيك قوي يا بنات. عايزه اقول لكم ان انا جوزي من كتر ما بمسح بالفينيك ده بيقعد يقول لي انا حاسس ان اجي في مره الاقيكي حاطاه في كوبايه بتشربي. بس انا بحب ريحته، يعني ممكن احب ريحته عن الديتول. الديتول ساعات بحس ان انا قاعده في مستشفى، عشان احنا عندنا في الشغل في المستشفيات ساعات بنستعمله، مش قوي يعني بس ساعات، يعني ساعات بنستخدمه، فبيبقى متهيألي ان انا لما بجيبه في الشقه ان انا قاعده في قلب المستشفى. فانا بحب الفينيك اكتر، بمسح بيه. وبعدين كده كده انتي بترشي معطر، يعني كده كده حتى بعد ما بتمسحي لو عندك اي نوع معطر او هتبخري او حاجه فبيغطي عليه يعني. بس انا بحبه، بحس كده ان الدنيا مروقه. خلصت السفره وفرشتها، وفرشت السجاده بقى اللي انتوا شفتوها دي، وهنا كمان ظبطت الدنيا. طبعا احنا ما كناش شايلين بقى الكسوه والستاير هي هي، بس انا شلت الستاير وغسلتهم،
يعني الستاير دي انا كنت حطاهم اصلا من العيد الصغير، بس شلتهم وغسلتهم. بصوا بقى الستاره بتاعت الانتريه ده تقيله، يعني بص مكشكشه، لان انا كنت جايباها على مقاس الشباك فزودت متر عليها. يعني انا لما جيت اشتري قلت لجوزي لا احنا مثلا الشباك ده انا ما بفهمش في المقاسات قوي يعني بس بيبقى جوزي معايا، يعني مثلا الشباك ده مقاسه 2.5، لا انا عايزه 3.5. فكانت دي الستاره الوحيده اللي باينه شويه. فان شاء الله احاول كده اغير الستاير التانية، او ممكن احاول اجيب نفس الشكل لو لقيت، يعني عشان بحيث ان هي تبقى باينه كده. طبعا اليوم دوت انا هلكت فيه، لاني حرفيا كنت جايه من الشغل الساعه 2 ودخلت مسكت بقى الشقه وقعدت افرش والاوض ومعرفش ايه، وصبنت المطبخ والحمام. هو تقريبا هي يعتبر كانت فرشه العيد، يعني انا قلت لجوزي بصراحه بما اني هفرش فانا هعتبر دي تنظيفه العيد وخلاص. كده كده يعني ما عندناش حد بيروح ويجي قوي، فكنت عارفه ان الدنيا مش هتتبهدل يعني. المهم جيت اليوم ده بالليل بقى خلاص، الساعه عايزه اقول لكم كانت كام، الساعه كانت 10 يعني عبال ما خلصت. الولاد بقى كانوا قاعدين ملهين بقى في التليفونات، طبعا بيصحوا مفيش مدارس بيناموا، يفضلوا صاحيين طول الليل وبيناموا بالنهار، فده كان مساعدني ان انا اخلص. فيلا بقى يا ماما احنا عايزين ناكل، اعمل لنا اكل. فقلت اعمل بقى حاجه خفيفه بصراحه، شويه بيض كده مقليين وعسل وفطير وجبنه. يعني بصراحة كنت اتهديت أصلا، كنت اتهديت وما كنتش قادرة أقف على رجلي. ولما بتبقي بتعملي الحاجة وانتي مستعجلة غير لما بتعمليها على الرايق، وانا كنت مستعجله افرش عشان تاني يوم كان برضو عندي شغل. يعني انا بعد الهده دي والاكل اللي عملته ده صبحت تاني يوم رحت الشغل وجيت، فكنت لسه بقى هعمل لهم الغدا بتاعهم اللي هم هيتغدوا لما يجي، فما كنتش قادره اقف بصراحه. فقلت لهم لا انا هقللكم بيض واطلع لكم عسل وطحينه كده، وكان عندي فطيره بقى في الفريزر طلعتها بصراحه وسخنتها، وقلت لهم بقى ونحط جبنه بقى كده، حته جبنه مع شويه قوطه مثلا وخيار ولا حاجه، يعني اللي كان موجود بصراحه. يعني فحتى جوزي قاعد يقول لي طب بلاش ابعت اجيب مثلا عشاء جاهز من بره، قلت له لا يعني انا حتى مش هقدر انك تجيب عشاء جاهز وافضل الم وارمي في ورق وكم. بصراحه كنت فاصله والله، يوم كان مرهق، كان مرهق جدا جدا جدا، لاني ان انت تعملي الحاجه بلهوجه وان انت عايزه تلحقي تخلصي وليكي وقت معين تخلصي فيه. فدي كانت بصراحه حاجه مرهقه بالنسبه لي جدا والله بجد. وكمان كنت بصور، انا عايزه اقول لكم ان التصوير والله العظيم تصوير الروتين بيبقى مرهق عن تصوير الاكل والله. يعني انا لما باجي اعمل اكله او وصفه هنزلها لكم انا ما بتعبش فيها زي تصوير الروتين، بيبقى مرهق، وتفضلي تشيلي بقى من هنا الستاند وتحطيه هنا عشان تصوري في زاويه معينه. وعايزه اقول لكم كمان تصوير الروتين بيبقى متعب في ايه، ان انت بتضطري بقى تلبسي وتغيري، وطبعا بيبقى لابسه الحجاب والدنيا بقى بتبقى حر وبتبقي متأيده. واي واحده ست فينا لما بتيجي تعمل روتين شقتها بتبقى قاعده براحتها، يعني ما انت محدش شايفك تقلعي بقى تلبسي، فما بالك بقى لا انا كنت لابسه، فمرهق جدا. المهم بقى مش هطول عليكم، هو ده فيديو بتاعنا، مع السلامه.